احلى تحيه لكل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني وريفيو جديد من قلب فيصل عند واحد من عتاوله الحواوشي في مصر، وهو حواوشي الرفاعي. نزل بحاجات جديده في المنيو بتاعه فقلنا نجربها. وبدون كلام كتير، اللايك بتاعك الفيديو ومتابعه عشان يوصلك كل جديد. وتعالوا نشوف حواوشي الرفاعي بيقول ايه. انا رحت فرع المطبعه فيصل، ده المنيو بتاعهم وكل الاسعار. هو نزل نوعين جداد، وهو حواوشي شاورما لحمه وحواوشي سوبر سجق. استنيت كتير قوي يا اخواتي عشان ينزل الاوردر، واخيرا نزل ليا حواوشي باللحمه القوارمه والجبنه. وده عباره عن حواوشي لحمه عادي وعليه زي شاورما او فاهيتا لحمه بتتعمل كده على الجريل. فتحت بقى رغيف حواوشي القوارمه والدخان طالع كده عليك يا ساتر على العظمه، الشكل بتاعه جامد قوي. بعدها جبت حواوشي سوبر سجق، وهو حواوشي سجق عادي ومن فوقيه قطع سجق كمان اضافيه بالجبنه طبعا. سعر اي رغيف من دول 100 جنيه. قلت بسم الله بقى وابتديت بالحواوشي القوارمه. الرغيف حشوته كويسه قوي وكبير، قطمه في التانيه. الطعم بتاعه حلو قوي، وميكس قطع اللحمه مع الحواوشي مديله تقل كده ودسامه. بس اتضايقت شويتين لان الرغيف كان مزيد بشكل كبير، وده مش العادي بتاع الرفاعي. وكان عايقني شويه اني استمتع بجمال الرغيف. وكمان العيش في الرغيفين كانت الاطراف بتاعته ناشفه جدا، ولازم ياخدوا بالهم من الحوار ده. رحت بقى للحواوشي سوبر سجق، ويا ريتني ما جبته. هو رغيف حواوشي سجق بالجبنه عادي جدا. ايه اضافه السجق دي مش عامله اي حاجه، هو خلاص حواوشي سجق خلصانه. رغيف طعمه حلو والحياء بتاع السجق فيه كويس جدا. التوم والتوابل بتاعت السجق واضحه جدا، ولكن ده كده مش اختراع ولا اي حاجه. وكان رغيف الحواوشي ده مزيد برضو. قعدت كده افكر مين يكسب، واخترت في الاخر حواوشي شاورما القوارمه. الحشو بتاعه اكتر والطعم بتاعه رايق، وكملت فيه اكل كمان. خلاصه التجربه اني حسيت فرع عابدين بتاع حواوشي الرفاعي اجمد بكتير من فرع فيصل كتجربه بالنسبه لي. رغيف الحواوشي الشاورما القوارمه هو الكسبان في الفيديو بتاع النهارده. كده خلص الكلام في الريفيو بتاع النهارده، وما يحلى الختام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سلام.